السلام عليكم. انا مراتي توفت من 3 شهور. سبب الوفاة مفيش اي سبب خالص، كانت صحتها كويسة جدا ومفيش اي بوادر لاي تعب ولا اي حاجة. صحينا الصبح لقينا امر الله نفذ. وبصراحة مش ده الموضوع اللي انا عايزة اتكلم فيه. انا عندي ولد وبنت. بعد ما هدينا خلاص من وفاة امهم كنت بحس اوقات كتير ان انا بحن لها. كنت محتفظ بكل حاجتها معايا، كل اشياء كبيرة وصغيرة كانت موجودة وشايلها ومحافظ عليها. بدأت أقلب فيها وافتح الموبايل وانا كنت عارف الباسورد بتاعها، بس انا عمري ما فكرت ان انا افتحه ابدا ولا في دماغي غير دلوقتي، بس عشان وحشتني جدا وانا كنت حاسس بوحدة رهيبة جدا، خصوصا ان ولادي كانوا مشغولين بالدراسة بتاعتهم. فقلت افتح الموبايل بتاعها، ادور فيه، اشوف كلامها، اسمع صوتها لو عاملة رسائل صوتية لحد نفسي اشوفها او اسمع صوتها كنت هموت عليها. ودخلت على اول رسائل هي كانت بعتها قبل وفاتها على طول، الاسم متسجل باسم واحدة ست، لكن الشات مش كلام ست لست خالص، لا ده كلام واحدة ست لراجل. ايوه زي ما بقولكوا كده، انا اتصدمت وحسيت ان الدنيا كلها بتلف بيا، وحسيت ان انا هقع من طولي. ازاي مراتي اللي كنت بحبها ومعاشرها العمر ده كله بتخني؟ انا دخلت ولقيت صدمات ورا بعض، من صور لكلام عاطفي، وبتحكي له انه مقصر معاها في كل حاجه وهي عايشه معايا بس علشان خاطر العيال مش اكتر من كده. ومن ضمن الصدمات بقى انها كانت بتحول له فلوس، ومن فلوسي انا، لانها عمرها ما اشتغلت وانا اللي كنت بديها كل الفلوس اللي هي محتاجاها، وكانت تحت ايديها، وكانت تاخد كتير تاخد قليل ما كانش بيفرق معايا، المهم ان هي تكون مبسوطه وخلاص. واكتشفت بقى ان هي كانت بتحوش من ورايا، لانها كانت بتبعت له مبالغ زي مثلا 3 4000 5000، ولقيت بقى صور تحويلات الفلوس دي موجوده في الشات، وهو بقى كان بيأكد معاها ان الفلوس وصلت. كل ده كان بيحصل واحنا عايشين مع بعض، تخيلوا، زي اي 2 زوجين مفيش بينا مشاكل خالص، وحياتنا كانت مستقرة ماديا وعاطفيا جدا، وولادنا كمان متفوقين جدا في الدراسة، يعني ما عندناش اي مشاكل. انا عمري ما قصرت معاها في اي شيء، وكانت عايشة مرفهة جدا. انا مش عارفة اقول ايه، انا جوايا نار، نار مش عايزة تطفي من ناحيتها، من اللي انا شفته وصورها ومحادثتها معاه. وكل شوية بفكر في الموضوع ده، يا ترى كان بيتقابلوا كم مرة، كان بيشوفها فين، كان بيجي هنا ولا لأ، كانت بتروح له بيت ولا لأ. انا هتجنن من اللي انا فيه. ليه عملت معايا كده؟ ده انا كنت مديها الامان لابعد الحدود فوق ما اقدر اوصف لكم. المصيبه بقى ان عمري ما شكيت فيها. كنت برجع من شغلي بالليل نقعد عادي، وانا في الشغل كانت بتكلمني، بس بقى كانت دايما تقول لي ايه، انا رايحه لفلانه او رايحه لامي او رايحه لاختي. واوقات كتير كانت بتنزل لوحدها من غير العيال ومعاها عربيات، بس ما كانش في دماغي بقى، كنت بقول معلش خليها. انا مصيبتي بقى اللي كنت مديها الثقه الكامله. انا لسه ما قلتش لولادي حاجه زي كده، ولو عرفوا هيزعلوا منها جدا. فانا دلوقتي لو انتم مكاني تتصرفوا ازاي؟ انا قلبي محروق، وبالذات من الواد اللي كانت تعرفه، والفلوس اللي خدها كلها اللي من عرقي ومن شقايا. انا معايا كل بياناته وكل صور تحويل الفلوس اللي صرفتها عليه، بس مش عارف اعمل بيها ايه. هل اكلم محامي يشوف لي طريقه، ولا اعمل له محضر، ولا اكلم اخوها وامها واحكي لهم؟ انا حاسس اني لو ما اتكلمتش هتجنن، فياريت تقولوا لي اعمل ايه. ولا تعمل اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى سترها وهي عايشه وما شالش من عليها ستاره الستر. تيجي انت بعد موتها وتفضحها؟ سيبها لربنا، هو سبحانه وتعالى اللي هيحاسبها. واياك تهز صورتها قدام عيالها، لانك هتتسبب في اذى ولادك طول حياتهم. اقفل الصفحه دي وعيش الباقي من حياتك، واتجوز لو تقدر عشان تطلع من اللي انت فيه. مستنيه اعرف رايكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله الحلقه الجايه في مشكله جديده. سلام عليكم.